قضية السباح يوسف الذي مات غرقا. عرضت علينا الأوراق وقد توليناها. الفترة الجاية هتلاقوا فيها مفاجآت ستغير موازين الأمور تماما. يوسف لم يمت لأنه سبح. يوسف سيادة الرئيس لم يمت لأنه سبح، بل مات لأنه ترك بلا إنقاذ، بلا تدخل، بلا قرار، ليبقى شاهدا على واقعة إهمال كشفت عن جموع متهمين. محمد الشاذلي متحدث باسم وزارة الشباب والرياضة معايا دلوقتي، رجع لي تاني. عملتوا ايه يا استاذ شاذلي؟ اللجنة وصلت لايه؟ فين اتحاد السباحة؟ فين اتحاد السباحة اللي رئيسه هو رئيس اللجنة الأولمبية؟ فاحنا ايه؟ مين هيحاكم مين؟ مين هيحاسب مين؟ مين هيشرف على مين؟ فين اتحاد السباحة؟ هو اختفوا راحوا فين؟ مين المتهم؟ الحكم. لا مش عايزه الاسماء بس. الحكم العمومي هم المنقذين. لكن مجلس الاداره خد براءه. جنح تاني مدينه نصر حجزت قضيه غرق السباح الطفل الجميل يوسف محمد احمد عبد الملك اللي فقد حياته اثناء بطوله الجمهوريه في مجمع حمامات السباحه في استاد القاهره الدولي. لكن الاتحاد بالكامل برئاسه الاستاذ ياسر ادريس اللي الحقيقه لسه بيمارس مهامه كرئيس للجنه الاولمبيه ومش عارف ازاي. محكمه جنح مدينه نصر قضت اليوم الحبس 3 سنين ل4 متهمين وتغريم رئيس اتحاد السباحه، كل ده في قضيه وفاه السباح يوسف محمد اللي اكيد حضراتكم تابعتم معانا تفاصيل هذا السباح البطل اللي غرق في حمام السباحه. لقوه بعد فتره طويله في قاع الحمام ومحدش ادرك ان هو موجود في قاع الحمام، وحاولوا انقاذه بامكانيات ضئيله جدا ولا في اي حاجه للمساعده، فهذا البطل توفي. ربنا يرحم البطل يوسف بكري اكيد.